الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. نتحدث اليوم أيها المؤمنون عن فضل نظافة بيوت الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي آية أخرى يقول: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فأمرنا الحق جل وعلا عند مجيئنا ودخولنا وحضورنا وعمارة بيوت الله عز وجل بأن تكون هيئتنا حسنة. فقال في كتابه المبين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم أمرنا إذا دخلنا هذه المساجد أن ننظفها قولا وعملا، فلا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في مساجدنا، ولا نلوثها ولا نرمي فيها الأوساخ والأقذار، بل أمرنا بأن نهيئها وأن ننظفها وأن نرفع من شأنها، فجعل نظافة بيوت الله عز وجل علامة من علامات الإيمان. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يراغب السجدي يخلى ربي عز وجل. بيوت الله عز وجل سوالي تنتيذ الملائكة السماوات أماكن سوالي كنير النجوم السماوات. الملائكة أهل السماء سوالي بدا الجوامع المساجد القاع المصابيح. النجوم أما كان سوالي كنير إثران هذه النير. هذه البيوت التي سخر الله تبارك وتعالى مؤمنين لتشييدها إخواننا لسخر سبحانه عز وجل عباد الله الصالحين فنانتا، فمنهم من قضى نحبه على مدى العصور والأزمنة، ومنهم من ينتظر لأن قال فنان الشيدان يشور كان خلنا ربي عز وجل بضان أراد أنا نظفني رحمة ربي لأن كان يقلان على العهد هذه على قيد الحياة. فنون الجوامع عمران الجوامع حافظون في الصيانة من الجوامع المساجد. هذه المساجد أولا يراغب ربي سبحانه عز وجل ما نسوصا إلى قليل استهيث: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا الفائدة الأولى، الحكمة الأولى هنا يجمع واحد كيروح عنده واحد موعد باش يشوف أي مسؤول ولا باش يشوف أي مشروع يجري على المشروع بتاعه، واش يدير؟ تلقاه يلبس أحسن ثياب، يعصر روحه باش يقول قدام المسؤول، يجلس مليح، يعصر روحه ما يزنقش راه أمام البشر. علاش؟ باش يحقق مصلحة دنيوية. علاش؟ خاطر السوليسيونار باش يدير مشروع بروجي ولا عنده كاش طمع باش يكسر على حاجة، تلقاه كي يروح يقابل المسؤول في المكتب تاعو لازم يمشي بطوموبيل مليحة، لازم يشوفو يلبس مليح،
لازم يشوفوا يعرف يتكلم، لازم يبان قمقوم عنده دراهم باش يدي الصفقة، باش يدي المشروع هذا راه يشوف بشر وراه يجري على مسألة دنيوية. ما يروح العبد يسعى رونديفو، يسعى الموعد اللي هو المسؤول، هذه السوليسيون ديال البروجي اللي خدام، يسعى مصلحة بوكال، يتسلى في حاجة تظل كيما ديس مليح، إلى قد في القيماس هذا راح يشوف مصلحة دنيوية. ما راه الإنسان العبد له خبر ربي عز وجل، إلى الإنسان اللي يسعد التعظيم أكثر الشغال خاطر يسعد خبر ربي عز وجل، يسدد بعمر البركة، هذه عمر الحسنات، لأن ربي قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كي تجي للجامع لازم تعرف راك جاي الجامع. أول حاجة بلد يسمع له خبر ربي إذا قد يحسن يسدد الجامعة النظام الجامعة مشومة ممكن النظام إذا قد قدر إذا قد احترم إذا قد تفقد الحقيس يتلسى بخبر ربي يدير الحق دائما ولا السيرانة مي ولا يول صغيث الحاجة نغيس عايون وهور أكينيا كيني لا مرسيران بغا الجامعة إلا عمر خدمة الشر الجامعة لا عيب كان يتعاونا بسنغيون يا فلان شغل تخدم ضايا أكيني عاد كيني سيران بغا الجامعة ولكن الوالد الجامع كلمة الجامع المسجد المجتمعنا سعى القيمة في نفوس العباد يتصالن ويتصالن يتفعل ربي ويتفعل مثل الله الخبر بأكيد يحبس يواجه الجامع ذا خبر ربي والسفساد لابس. إذا أول حاجة ربي عز وجل يراقب ما الناس اللي خلنا ربي عز وجل هذا حسن وسد والصبر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا صلاة الجماعة سير أولا نقي السريرة سيدي السريرة إليك النية الصفاء تسرد العبادة تسرد الطاعة تسرد تعمرض أخا ربي عز وجل تسنات إذا قد تسيز غيبانيك هذا صلمان يوم الجمعة أجلس الإنسان أحسن ثياب البير في يوم الجمعة أجلس الإنسان القميص الشبحان أجلس الإنسان المانيس أشاد يخدم الإنسان الذي يتعطى أدي قصد أخم ربي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتان إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجات. لعب بس الجمعة في غير الجمعة بلد يومية يسدد نظام هذا القرآن يسدد خبر ربي العبادة بلد فرض خميس كل الخطوة كل القدمة أراد يخدم الإنسان ربي عز وجل راسي مسح يس خطيئة سيئة ذنب وصف ربي عز وجل يس درجة في الجنة. وفي رواية أسكت ربي سبحانه عز وجل ذكس حسنة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان الإنسان دخل البيت تاع ربي سبحانه عز وجل العبد قد يمتثل السنة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. العقيدة أجلس الإنسان الذي يعبد ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله. السنة أن يلتزم الإنسان الآداب أن يصلي صلاة ركعين أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم أن يسبح أن يحضر الإنسان حلقة الذكر. الجانب الاجتماعي ويتبع الإنسان المؤمن عورات الناس تتسلى الجماع
وكنا نتساوي الخبارات. هذه الثانية العيوب العباد، العيوب الغاشية، وإنما يسال وكنا الطهر السرير ينس أن يضرب برأس يعفو الذنوب ينس. الأمر الأخير الثالث الذي به أختم أيها المؤمنون أن يحفظ الإنسان في النظافة وخبر ربي سبحانه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين غير ثلاثة الأمور ما يس الإنسان أو خبر ربي ثمس ورز. وإذا قال الإنسان ذي القذارة، القذارة ذا شمس ذو السخ أيها الإخوة الكرام، ذا غبار. ما إلى الإنسان في سبيل المثال يسعى يكون اللباس ينس خارج الجماعة وخذ ديك شمال الجماعة إلى قد الزويرة كما كينس وندي تسوى غبار داخل الجماعة. ما تجي أنا ما ديك شمال الجماعة يسيخ المكان اللي ينفر كامل الغبار داخل المسجد. إن النبي عليه السلام إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، بمعنى للقذارة. كذلك ميل العبد المؤمن مبتلى ببعض الأمور، أم الشمة أم الدخان أم نزع الأظافر، إذا الإنسان خرارة داخل بيت الله تبارك وتعالى. ميل الإنسان في سبيل المثال يسعى المتاع اللي ينس إلى قد يحصل داره الإساس في مؤخرة قاعة الصلاة يجيها عنده يتجينا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة كانت تقوم المسجد. سيدنا رسول الله الزمان ينس تلاقي تمطوس أشوف خدام تكون نيس الجامع حافظت النظافة للمسجد الجامع ومن بعد يستهلك الناس. النبي عليه السلام فلان ناس يا رسول الله مريضة تهلك الناس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا وجد سيوان على المثيل الصحابة توفى تمطوس النيل الأماني تخدم في ربي عز وجل. روح الصحابة ولات بعد مدة يسأل النبي عليه السلام فلانة عند فلان ناس يا رسول الله فلانة ماتت، ناس فلانة تموت. الناس سيدنا رسول الله فهلا آذنتموني. الناس النبي عليه السلام أشهر تسعى المرأة ثقيلة ثلا تقوم الجامعة تنظيف الجامعة. يروح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام رز كاس يزور في الناس بعد الدفن. لعله يدل على ماذا؟ يدل على فضل من يقوم أو من يتعاهد بصيانة ونظافة بيوت الله عز وجل. تنطق ذاك الجميس موت ويحضر النبي عليه السلام يروح أرز كاس يصول يدعى يسر الرحمة الشغار خاطر يزرع النبي عليه السلام الفضل الربي عز وجل وين إذا يخدمان بيوت الله عز وجل. الحديث والسين على الذكرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. سيدنا رسول الله إن اللي عرف ربي في اليوم الأجور الحسنات للأمين. تلقي الحسنات بنا بصورة موضي تلقي بنا لي السلام عليكم، تلقي بنا لي السمح لي هماز، وقي بنا لي ضعن الودينيس، تلقي بنا لي حسنا الزوجينس، تلقي الحسنة بنا لي الصدقان، تلقي الحسنة بنا لي غفران. إذا حتى القذات يعني حتى أغبار حتى نجسة ما يكسيت الرجل المؤمن داخل الجماعة يولى النبي عليه السلام الأجر العظيم يقهدى ربي عز وجل يولى ينظف هذه البيوت. آخر حديث أذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر حور العين نزع القمامة من المسجد. من هذا العبد يقبغان اللي تزوج الجنة أثناء ربي عز وجل أكد الحور العين داخل الجنة
لأن قد يوم المهرينس لدي الدنيس أنا سأشهد المهرينس يا رسول الله لا شو تسعمانت لا شو تسيزكير فادي لا شو تسعمانت إن يستعمل في نفس هو نزع القمامة من المسجد إن يستعمل في بني وغنى تزوجا الحور العين في الجنة إن يسأل السيز ديال الجامع الذي خمس كان شيطان نظافة الجامع أدوير نظافة الجامع مع الحور العين الجنة أدوير المهرينس بمعنى القيمة ينسى تحصل في الناس لأن الحياة الدنيا ما نزيز لو كان الجامعة نظافة ينسى خلي الأجر وين لا تفكرون وين لا يسلم في الناس وين لا يفكر القيمة. ونحن على أبواب الصيف أيها الإخوة الكرام من أمرنا في الجامعة بيت من بيوت الله القاعة كاملة راهي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا القاعة كامل الجامع القاعة كامل الطهارة إلى قد صغيرة أيها الإخوة الكرام مصدر تاع الروائح مصدر تاع الأمراض مصدر تاع الحرائق مصدر تاع الابتلاءات والأمراض إلى غير ذلك رانا نشوفها في الشوارع تاعنا ما نظف نظافة جوامع بالأحرام ولا نظافة برا سلاقة مثلا طبعا على أبواب الصيف لسبب حفر في نظافة الطرقات في نظافة الحدائق في نظافة المسالك العمومية وهذه أشياء يخدم أن يرجون الأجر ربي سبحانه عز وجل إذا كل حاجة نسعوا الإخلاص أن أرجو الأجر ربي سبحانه عز وجل يغيب خلقان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحم والدينا وأن يستر عوراتنا وأن يوفق جميع الطلبة المقبلين على الامتحانات بالنجاح. إن شاء الله هذا الطلبة رئيس عديد لسيزامان مثل الباك كما البيان ولا السيزيام أن يوفق ربي إن شاء الله أثني التربية أن يجعل ربي إن شاء الله الثمرة الصالحة للأمة للبلد للدولة إلى ربي إن شاء الله أي خدمات ويتصدي على أثني التربية ودي السهرة في اللسان إن شاء الله عز وجل مواضع الاختبارات ومواضع الامتحانات والله الموفق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.